هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. طلقني. مساء الفل. هو القمر زعلان ليه؟ والنبي تبطل بكش. ده انت لو بصيتي في المراية هتتخضي من 111 اللي على وشك. ومش بعيد اصحب عليكي. 111؟ ده انت تحمد ربنا على كده وتبوس ايدك وش وضهر. يا سلام، للدرجة دي؟ ليه؟ هو كان حصل ايه لكل ده؟ تعبت يا اخي، تعبت وانا قاعده بستناك تتكرم وترجع عشان تشيل معايا شويه. ما انا كنت بلعب تنس في النادي، بتتكلمي ولا كأني راجع من الشغل هلكان. ما هي بقتش عيشه، انا قرفت فعلا. اللهم طولك يا روح. انت كمان مش عاجبك كلامي؟ طيب انا نازله وسايبه لك البيت. انت اتجننتي؟ بيت إيه اللي هتسيبيه؟ مفيش نزول. لا انت كده زودتها قوي، ولا اقول لك انا ما بقتش طايقاك اساسا. لو سمحت طلقني، ممكن تطلقني؟ الأكشن النهاردة كان على ودنه. والحريقه والعه والدخان مش بيهدى، بالرغم ان الموقف متكرر ومتعاد في كل بيت. بصي، هي ممكن تكون عاملة زي البالونة اللي هتفرقع على أي سبب صغير، لكن مشكلة حقيقية مفيش. هقولها قبل ما تقولها. يمكن هرمونات، ملل، او العيال مخليينها زي القنبله الموقوته. بس هو مش هيتلكك ويطلقها يعني. الكلمة دي خط أحمر، لكن للأسف في ستات مخلياها زي اللي بانت بقها، ومع أبسط خلاف أو شوية عصبية طلقني. لا لا لا، ده شيء غير مقبول. بس انت عندك حق، كتير بتتقال بدون لازمة، وده لا يقبله شرع ولا عرف بصراحة. بس ما يتلككش ويعملها، ولا ايه؟ شوفي، تكرار الطلب ده على الفاضية والمليانة بيزود من احتمالات وقوعه، ويكفي ان يكون الطلب حاضر وسط الخناقة فيحضر الشيطان معاه ويقع الطلاق بمنتهى السهولة. فليه ما الطيب احسن؟ ونصيحة، الكلمة دي خط احمر. مش بس على الزوجة اللي بتطلبه باستمرار، في راجل بيبقى يمين الطلاق على لسانه على طول، بيستخدمه لتهديد مراته قال عشان تحترم كلمته وأوامره. ساعتها الست بتحس إن الراجل ملوش أمان، وفي لحظة ممكن تكون مش على ذمته، وده شيء خطير جدا. اكيد ان مصائر بيوتنا واستقرار حياتنا مش ممكن يكون متعلق بكلمة نرميها وقت انفعال او غضب. الطلاق اختيار صعب، صعب على كل الاطراف، وتابعاته اخطر منه، فما فيش داعي نروح له باستهتار وعدم مسؤولية. ولو عندكم رأي تاني اكتبوا لنا في التعليقات.